عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده في حركة جديدة من قناة جودي وبابا. النهارده طبعا جايين ناكلوا في بتاع الكريب أو فلافل. أنا عندي حساسية من الفلافل. بصوا يا جماعة، حالتي مش كويسة خالص يا جماعة. عايزة أوريهم الحساسية يا بابا. اللي حصل حساسية. كل دي حساسية. بصوا يا جماعة، هي هادية شوية. هادية دي. الحبوب اتكلت. وهنا هي في الوش. راحت. الحبوب دي كلها. يلا ألف سلامة يا جدي. ولسه في رجلي بس. الحمد لله. أيوة تمام. ربنا يستر إن شاء الله. يا جماعة أنا خايفة ما آكل فلافل. بابا ما تأكليش فلافل. مش هناكله فلافل. حاضر مش هناكله فلافل. طبعا يا جماعة بصراحة حسن محل جميل ورقيق، والمكان هنا هادي خالص بطريقة تخوف. بس المكان هادي. تشربوا مية؟ تشربوا مية؟ لا شكرا، بالله وشك. طبعا مفاتيح العربية والبيبسي أو كوكا كولا. أنا بعد ما قلت بيبسي أكيد هي اسمها كوكا كولا. والشوب هم حاطينه، هم كلهم كل الشوب لونه أزرق إلا واحد بس هو الوحيد الأحمر. والله غلبانين. طبعا بكار ورشيدة. فين رشيدة؟ يا رشيدة. مين معاهم تاني؟ واصحابه. انا وحشني يعني ان شاء الله في رمضان كرتون بكار يجي، عشان بصراحة انا بحب بكار جدا جدا. يعني قنواته يعني تقريبا بابا صغرنا برضه أنا كنت بحبه، كنت بحضر بكار. كان بيجي على الفطار دايما. انا صغيرة يعني مع الفطار كنا نشغل التلفزيون عشان قبل الفطار كمان، لكن دلوقتي بيجيبوا رامز. انا مش عارف، بس برضه بيتهيألي في بكار حلقات تاني. فبنستنى رامز جلال دلوقتي. بنتجنن من افكاره، بس اهو عامل حاجه يعني. بصراحة رامز بحبه جدا، هو وبكار اكتر اتنين بحب المقالب بتاعته. غير كده اي كرتون تاني لا. بصراحة انا بحب بكار ورامز. رامز تقريبا في حاجة بصراحة يا رامز الجد يعني ازاي مجنون. لا رامز مجنون. بص يعني ازاي يركب الناس ويطلع لهم تعبان. هو مجنون. هو تعبان. انا نفسي اعرف هو تعبان لعبة ولا حقيقي. ده اللي نفسي اعرفه. والسمك يطلعها والمكان ولع. هما بينظفوا ازاي بعد ما بيحصل ده كله؟ هو بيقول استنوا الجزء الثاني. بنقعد 10 دقايق بعدها بيشتغل تاني. انا بصراحة هتجن منه في مرة، واقسم بالله ده هبل. بس بكر احلى منه طبعا. ده يا شيخ بكر ده حاجة ورامز حاجة تاني. بعدين بصوا يا جماعة، انا وصغيرة في KG 2 او في KG 1 الاثنين في نفس اليوم. بصراحة كنت بحب بكار جدا. بابا في رمضان كان بيجي بكار، رحت قلت ما يجي بابا يجي يغير. اوعى يا بابا، عارف لو مرة غيرت بكار هزعل منك. جايب الصبح. بصوا شكرا يا رب. هنشرب برضه. مش فكر الراجل مش هاخد فلوس.
ما تديله 5 و5. بس برضه هنروح الخلاط. نسينا نرحب على الناس. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دودي وبابا. يلا بنصلح العربية ونركب التكييف. هنعمل ايه؟ حرانة مولع نار. ده نار جهنم. يا ساتر يا رب، كل ده بدنا حرارة؟ يعني هنعمل ايه النهارده؟ شايفين بخور عرق. والله العظيم انا فاضل لي يومين وهسيح زي الايس كريم. هدوب زي الايس، اسمها هدوب زي الايس كريم. هات ايدك. هو عرقان محدش قادر. كلهم معاهم كتيف اسمه كتيف. اسمه كتيف ولا تكييف؟ تكييف. تكييف. انا بنصافي بالفهم يا جماعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برضو حلقة من حلقات يوميات جودوبا. بعد ما استمتعنا بالجولة مع جودي وشربت النسكافيه في الكافيه الخاص ببكار، طلعنا بعد كده وشربت عصير. الجو كان بصراحة حر جدا، وقضينا بصراحة الفترة مع بعض بعد ما خلصنا من الطريق. ودي كانت استراحة، احنا وجايين من سفر، خلي بالكم احنا وجايين من طريق أسيوط، حودنا استريحنا في كافيه بكار ده الحمد لله وطلعنا منه. بعد كده طبعا طلعنا في طريقنا وكملنا بحمد الله ووصلنا بسلامة الله. احنا كده دخلنا على البلد بتاعتنا، واحنا وداخلين كان في الزفة الحلوة دي، زفة لحاجة وعفشة عروسة. يعني الحاجات دي طبعا من الحاجات اللي يعني تقدر تقول يعني عندنا فيها فرحة وفيها طبعا يعني الشباب فرحان جدا ومبسوط. ربنا يا رب يفرح الجميع ويجعل أيامكم وأيامنا كلها خير يا رب وأفراح. قدامنا هنا عربية ما شاء الله يعني مكشوفة، الشباب راكب عليها. بلدنا يعني زي ما انتم عارفين، وفرحة أهلنا وناسنا. بصراحة احنا كنا متحصرين مش عارفين نطلع بالعربية، الفرح حوالينا والزفة حوالينا. وطبعا كان في ديجي شغال، بس علشان خاطر حقوق الطبع أنا بعيد المونتاج، فطبعا أدينا بنحاول نعدي. وكنت بجامل برضو الناس برضو بالكلاكسات والصوات والعربية وكده، بحاول ان نطلع. لكن صراحة الشباب يعني كان بيجاملنا، في ناس كتير بتواجب معانا هنا. طبعا يعني الناس من فرحتها زي ما انتم شايفين، اللي بيرقص واللي بيتابع الفرح واللي بيحاول يعدي الطريق. الناس ماشية مع العربيات، لكن بتحاول انها برضو في ناس واقفة زي ما انتم شايفين يحاول يعدي الطريق ويحاول يوسع لينا. الحمد لله يعني الحمد لله الناس كانت